احنا نسكيب الاسئله اللي هي مكرره ندخل في ايه؟ اللي مش مكرر في كل محافظه. طيب هنا بيقول لك قوتان 6 اوقاف نيوتن الزاويه بينهم 120. والمعلومه دي مهمه جدا. المحصله عموديه على القوه الاولى. يبقى المقام فان ق بتساوي كام؟ حلو، في مقام بصفر. طيب أي مقام؟ هي المحصله بما ان المحصله عموديه على القوه الاولى، اذا قاف واحد انتوا خايفين تقولوا ها؟ جاتا ايه بتساوي صفر. نطلع دي بره ونقسم على قاف 2، اذا الجاتا بتساوي سالب قاف واحد على قاف 2. ممكن تحفظ دي على طول، ممكن تستنتجها على طول. قال لك ان الزاويه بينهم كام؟ 120. طب ما جاتا ايه اهي؟ جاتا 120 صح كده؟ جاتا 120 بكام؟ سالب نص. سالب نص. سالب قاف واحد 6، قاف 2 قاف، السوالب راحت، اذا قاف بتساوي كام؟ 2 في 6 على 1، 2 في 6 ب 12، اذا قاف بتساوي كام؟ 12. طب اللي بعده ثم متعامدتين. بيقول لك قاف تتزن مع قوتين متعامدتين 8 و15. تتزن معاهم يعني ايه؟ يعني ايه قوه تتزن مع قوتين؟ يعني تساويهم؟ لا بص قوه تتزن مع قوه ثانيه. نجيب قوة ثالثة بتساويهم هما الاثنين. بالظبط كده. القوه دي اللي هو بيتكلم عنها اللي انا ما اعرفهاش اسمها قاف، تتزن مع قوتين، لا تتزن مع قوه واحده. طب ازاي اجيب من القوتين قوه واحده؟ قال لك هنجيب المحصله بتاعتهم. القوتين دول اللي هم 8 و15 انا هكنسلهم ولازم اجيب محصلتهم عشان خاطر دي بقى قوه بتتزن مع ايه؟ مع قوه. طيب محصله الاثنين دول تساوي ايه؟ عندك ح تربيع بتساوي ق واحد تربيع زائد ق 2 تربيع. 8 تربيع زائد 15 تربيع، خد الجذر. اذا ح هتساوي 17. جذر الكلام ده. طيب اذا القوه ديت المحصله بتاعتهم 17، اذا القوه اللي انا محتاجها التزم معاهم كام؟ 17 برضه. طيب سؤال 5، سؤال كده مستواه بسيط جدا، بيقول لك انا عاوز مقدار المحصله. هيجمع سالب. بص هي دي اللي بتتقسم ونجيب الجا والجتا. هات لي كده المحصله اصلا كمنتجه. 12 وصفر يبقى 12 وسالب 1 و6 كام؟ إذا مقدار أو معيار المحصلة 12 تربيع زائد 5 جذر تربيع. 12 تربيع زائد 5 تربيع. لو عايزين 13. خلاص مقدار المحصلة. لو عايز الزاوية اللي هي ز سالب 1. إيه بقى؟ صاد على 6 مع تحديد الربع. صح كده؟ ربع أول. زاوية إيه دي؟ غير الزاوية، زاوية ايه؟ زاوية القوة اللي هتطلع. يعني المحصلة هي دي بتعمل في اتجاه ايه؟ بتبقى قد ايه على اتجاهها على السناد. حل الاتجاه. يعني ايه الزاوية اللي انت بتجيبها؟ هي الزاوية القطبية، يعني زاوية الميل على محور السناد. يعني القوة ديت أو المحصلة دي عبارة عن 12 و5. مشيت كده. خلاص؟ مشيت 12 وطلعت 5 وقفت هنا. طيب بتميل قد ايه على السينات؟ على الاتجاه الموجب للسينات. هي ديت الزاويه اللي هتطلع منها. 5 على كام؟ على 12. طيب هنا بيبقى اسمها الزاويه القطبيه دي. خلاص؟ طيب سؤال 8 مكرر هنقول برضه بلغت محصله قوتين هي القيمه الصغرى. فإن الزاويه بينهم كام؟ هي 80 درجه. ولو وصلت القيمه العظمى صفر. أقل عدد مستويات تحدد مجسم هو 3 ولا 4؟ 4. هرم إيه؟ 4. هرم ثلاثي يبقى 4. 4 أوجه. عشان عندنا 3 أوجه وعندنا قاعدة. يبقى ده الهرم. اللي هو الهرم يبقى 4 مستويات. طب هنا قوة مقدارها 6 جذر 3 نيوتن تؤثر في اتجاه 60 شرق الشمال. تعالى نرسمها. ما بين الشرق والشمال هنميل 60 على الشمال، يبقى هبعد عن الشمال 60 درجة. 60 هنا. طيب ماشي. هو هي تمسك ب 6 جذر 3.
طيب حللت لمركبتين متعامدتين، فين اتجاههم؟ معرفش، يمكن تبقى هنا وهنا، معرفش، لسه هو هيقول. قال لي فإن مركبة مقدار المركبة في اتجاه الشرق. طب ما يبقى واحدة في الشرق هنا. واحدة في الشمال. أكيد الثانية في الشمال. طب حللها لي بقى. تحت الجتا فوق. طب ماشي بقى همشي معاك، بقى لي زاوية. 30 اللي بتميل على هو قالها، لو اللي هو قال لي تحت الجتا وفوق الجات زي ما هو متعود، يبقى لازم الزاوية هنا. لأن احنا بنقول مطرح ما بتنام بنحط جيب التمام. يبقى لو أنا هشتغل بال 30 هتروح قايل لي 6 جذر 3 جتا 30 وفوق 6 جذر 3 جا 30. طب لو انا مش هشتغل بالزاويه 30 هشتغل ب 60 واطرح ما انا احط جيب التمام، يبقى هنا تبقى 6 جذر 3 جاتا 60 وتحت اللي هي تبقى جا 6 جذر 3 جا 60. خلاص؟ ثلاث طرق متساويه متلاقيه في نقطه ومتزنه زي المروحه بالظبط. الثلاثه قد بعض يبقى 120 بالظبط كده، ومتزنين يبقى هنا 120 120 120. خلاص؟ طب هنا هرم ثلاثي منتظم الوجوه، هو عنده كام حرف؟ كام حرف؟ 8 كام ضلع؟ هو 3 تحت وثلاثة 3 أحرف جانبية يبقى إيه؟ 6. قال لك مجموع الأحرف 36 سنتيمتر. فتقول الحرف الواحد بكام؟ على 6 هيبقى 36 على 6 بتساوي 6 سم. الحرف احنا مسمينه ايه؟ لام. اركن ده على جنب. عايز الارتفاع يبقى عين. يبقى العلاقه 2 لام تربيع 3 عين تربيع. تلخص لك الدنيا. انت معاك لام بكام؟ 6. يبقى 2 في 6 تربيع نقسم على 3. يطلع لك بكام؟ وناخد الجذر من مره. يدينا عين اهو عشان نخلص من الجذر. بص شو هيطلع بتساوي 2 جذر 6. طب هنا قوتان متساويتان في المقدار، مقدار كل منهما 8 نيوتن والزاويه بينهم 120 على خاصه. يبقى بما ان قوتان متساويتان 8 و8 والزاويه بينهم 120 اذا المحصله بتساوي كل من القوتين يبقى بتساوي 8. طب هنا ديت معادله دايره. بيقول لك اذا كانت الدايره دي تمس محور السنان فإن قيمه ج بكام؟ بص انا هحلها لك بحلين، حل بالنظر وحل بالايه؟ بالخطوات. طيب الحل اللي بالنظر مستر لما تمس السنات يبقى في حاجتين، صلي على النبي. نق بيساوي مقياس الصلاه والجيم بتساوي السنات اللي هي الدال يعني. خلاص ده التمرين. طيب هتيجي منين؟ والله تعالى نشتغل عادي خالص. مستر المركز عباره عن ايه؟ موجب 3 وسالب 4. الجيم اهي ما اعرفهاش بس اللي هي ده تربيع زائد هي تربيع ناقص نق تربيع. طب مستر قال لي تمس السنات. طب ما انا عارف ان هي طالما تمس السنات يبقى النق بيساوي ايه؟ مقياس الصادات يبقى النق بيساوي 4. تعالى نعوض كده. طب من غير ما نعوض مش النق بيساوي د مقياس بيساوي هي صح؟ طب ما دي كده هي ودي هي ناقص هي راح تبقى ج بتساوي على طول. ده التربيع يبقى بالنظر تبقى حافظها كده العكس. النق عكسها والجيم مثلها. تاني هي تمس محور مين؟ السنات. يبقى النق بيساوي مقياس الصادات انما الجيم بتساوي السنات اللي هي ده التربيع. خلاص؟ السنات تربيع. السنات تربيع. طيب يبقى ده التربيع اللي هي كام؟ 3 تربيع بتساوي 9. حافظ اسكندريه في حالات برضك طبعا انت بتعمل لها سكيب عشان خاطر ايه؟ مكرره بس قليلين جدا في اسكندريه. اول سؤال بيقول لك قوتان متعامدتان مقدارهم 6 ق و8 ق فهنا مقدار المحصله. محصله تربيع بتساوي ح تربيع بتساوي ق 1 تربيع زائد ق 2 تربيع. دي تربيع 36 ق تربيع. دي تربيع 64 ق تربيع مع 100 ق تربيع. اذا الجذر بتساوي 10 ق. طيب اذا ح بتساوي كام؟ 10 ق. اللي بعديها بيقول لك م ا ب ج د هرم رباعي قائم.
ارتفاعه 10 سم وقاعدته عباره عن معين طول قطرين 12 و 16. فين حجمه؟ مش محتاج ارسمه مش محتاج اعرف شكله. انت كده حجمه تلت مساحه القاعده في الارتفاع. يبقى تلت، مش القاعده عباره عن معين، مساحه القاعده نص حاصل ضرب القطرين 12 في 16. في الارتفاع اللي هو كام؟ 10 320 سنتيمتر مكعب. هنا يقول لك ان الجسم اللي وزنه واو وزنه 260 وموضوع على مستوى مايل بزاويه قياسها اهي حيث الظاهر 5 على 12. يعني الراجل مديلك الوزن ومديلك ظا الزاويه. فإن جميع العبارات الآتية خطأ. جميع العبارات خطأ ما عدا كلهم فيهم واو واحد وواو اثنين، فأنت هتروح تجيبهم طبيعي. إيه واو واحد وواو اثنين؟ قال لك هما المركبتان المتعامدتان لوزن الجسم، يعني كأنه حلل. طيب ما أنا وزن الجسم كام؟ 260. خدش من الشكل ولا الكلام يعني عادي خالص. لما أجي أحلل طبعا الزاوية دي هنا هي برضه، فيبقى 260 جتا 260 جتا اهي وهنا 200. طيب هنا بعد ما نجيب قياس زاويه ايه؟ انت عندك الظا مقابل على مجاور 5 على 12، يبقى هنجيب الوتر بكام؟ 13. طيب اذا قيمه الجتا مجاور على وتر 12 على 13 يبقى 260 في 12 على 13. الجا مقابل على وتر 5 على 13 يبقى 260 في 5 على 13. اختصر هنا واختصر هنا يبقى هنا كام؟ فكده هتقسم على 13 يبقى فيها 20 و 240 وهنا يبقى فيها 20 يبقى هنا برضك 100. يبقى انت معاك 100 ومعاك 240. فإن قارن بقى. ها مين الوحيده اللي هتبقى صح؟ طبعا واو واحد واو اثنين غلط، واو واحد واو اثنين غلط، واو واحد ناقص واو اثنين 100 ناقص 240 هتبقى بالسالب. هنا واو واحد زائد واو اثنين 240 زائد 100 340. يبقى الاجابه د هي الصحيحه او الاجابه غلط. طب هنا انت عندك اتزان، الكره ديت كره ملساء متزنه او مستنده على حائط راسي انبس، ربطت من احدى نقاطها بخيط وربط الخيط في نقطه اعلى نقطه التماس. دي الحكايه اللي هو بيحكيها لك. طيب لما تستند على الحائط بيبقى في رد فعل للحائط عليها، مش هي ضغطت عليه فهو رد فعل عليه، فهنا في رد فعل. هنا نص قطر الكرة من المركز لحد النقطة دي قالت 6 وطول الخيط برضه 6. طب ما هنا برضه نقطة 6. طب دي كده بكام؟ طب 6 و12 ما يوحيش بحاجة؟ ده الضلع 30 ده مثلث 30 60 هو النص الوتر يبقى 30 60 كذلك 30 60 90. يبقى انا حفظت اصلا ايه؟ النسبة 1 2 جذر 3 مش محتاج اجيب 6 جذر 3 ولو اشتغلت بيها صح عادي خالص. معايا ضلعين هتروح تجيب ده في صور يطلع لك 6 جذر 3 صح عادي جدا. ولكن لو انت خدت بالك برضك انا بحاول كل مره اكد لك على دي 1 نص الوتر يبقى 30 60. طيب جبنا ده في صورس تروح تقول لي الضلع ده وليكن هنا ا ب م ا ب هيبقى جذر 12 تربيع ناقص 6 تربيع او انت حافظها على طول نص الوتر ونص الوتر جذر 3 يبقى 6 جذر 3. جبنا الثلاث اضلاع. فين الثلاث قوى؟ انقل الوزن، وزن الكره 30 يبقى ننقل على الراس. الشد بتاعك شيء ما نعرفوش ورد الفعل بهذا الشكل. هتلاقي مثلث موجود عندك والثلاث قوى ايه؟ في ترتيب دوري واحد. اذا مثلث القوى ريها على كام؟ على 6 بتساوي ش على 12 بتساوي 30 على 6 جذر 3. نطلع قيمه الري ونطلع قيمه الايه؟ الش. شوف هتطلع الري بتساوي 30 جذر 3 وهنا هيبقى 60 جذر 3. خلاص؟ معادلة الدايرة التي مركزها ده وتمر بالنقطة دي. عايز ايه؟ قولي عايز ايه؟ إجابة غلط؟ ايه؟ 20 جذر 3 اللي هي ش. ش؟ اشتغلت ايه فين؟ 12 على 6 20 جذر 3 وهنا طلعت بكام؟ 30 جذر 10 جذر 3
انا ضربت في جذر 3 اللي هو ما يسمع. بقينا كام؟ 10 جذر كام؟ 10 جذر 3 ومعاك 20 جذر 3. طب هنا معادله الدايره التي مركزها مين وتمر بالنقطه دي. والله انا معايا دايره ادي مركزها وادي تمر بالنقطه دي اللي هي سالب 3 و0 والمركز عباره عن سالب 3 وسالب 4. طب ما انا لو جبت البعد بينهم يبقى انا جبت مين؟ نقط. طب هات لي نقط. جذر فرق السينات تربيع زائد فرق صادات تربيع. سالب 3 ناقص سالب 3 صفر. صفر ناقص سالب 4 ب4 كل تربيع. يطلع لك 4 واحد. تمام؟ طب انت كده جبت نقط ومعاك المركز، اذا المعادله تيجي نجيب ج د تربيع زائد هي تربيع ناقص نقط تربيع. بالمناسبه انت عندك الهي بتساوي نقط. تمس السنات شاطر. يبقى ج بتساوي ايه؟ السينات. هي تمس مين؟ تمس مين؟ السنات. يبقى ج بتساوي السنات تربيع، يعني د تربيع 9. لو انت حابب يعني تجيبها كده بسرعه يعني. يا اما ج بتساوي د تربيع زائد هي تربيع ناقص نقط تربيع. عوض هيطلع لك 9. طيب جبنا الج ومعانا المركز، يبقى نقول له اذا المعادله س تربيع زائد ص تربيع. اضرب في سالب 2 موجب 6 س، اضرب في سالب 2 يبقى موجب 8 ص زائد الج زائد 9 بتساوي 0. طب هنا يقول لك ضرر المثلث ا و ب، ولتكن هنا ا وهنا ب او العكس. ضرر المثلث ده حول محور السينات. حول محور السينات يعني خدنا الدوران كده المنظر ده. فبيقول لك حجم المخروط الناتج. يعني ما قالكش هو ايه المجسم الناتج، لا وجهك وقال لك ان هو مخروط. والله يا مستر هي ديت لما تنزل كده تلاقي المخروط ده شكله كده. صح؟ تلاقي الدوران بالمنظر ده. فين؟ هتلاقي النقل بتاعك ب4 والارتفاع بيساوي 3. يبقى نقول له حجم المخروط بيساوي تلت باي نق تربيع عين، يبقى تلت باي نق تربيع 4 تربيع 16 في عين اللي هو 3. هيطلع لك 16 باي سنتيمتر مكعب. طيب هنا قوتين 5 و10 والمحصله عموديه على الصغرى. يعني المحصله عموديه على مين؟ على قاف واحد. حلو كده؟ محصله عموديه على الصغرى يعني عموديه على قاف واحد. حط اللي انت كنت عامله في السؤال اللي قبله في الامتحان اللي قبله كانت هي. يبقى نحط المقام بيساوي كام؟ صفر. المقام بتاع ده بتاع الظابط يبقى تروح قايل لي ق واحد زائد ق 2 جاتا ايه بتساوي صفر. طلع دي بره واقسم على ق 2 كل مره. يعني انت حفظت الخطوات. مش انت عندك القوتين؟ طيب ماشي مستر. يبقى سالب الصغرى على الكبرى يعني سالب نص. جاتا طلعت لي بسالب نص يبقى الزاويه كام؟ يبقى ايه بتساوي 120. كده احنا جبنا الزاويه ومعانا قوتين. تعرف تجيب محصله؟ يبقى تروح تقول لي ح تربيع بتساوي ق 1 تربيع 25 ق 2 تربيع ب 100 زائد 2 في ق 1 في ق 2 ب 50 في جاتا ايه اللي هي كام؟ سالب نص. طيب ناخد الجذر بتاع الليله دي كلها عشان نجيب ح. اذا ح هتطلع معاك بكام؟ إذا المحصلة بتساوي كام؟ 5 جذر 3 والزاوية بين القوتين عبارة عن 120. محافظة اسكندرية. هنا بيقول لك أنت عندك جسم، الجسم دوت ملتزم بتأثير 3 قوى. الجسم اللي عندنا ملتزم بتأثير كام قوة قدامك؟ 3. هنا مربوط بخيط قوة شد مقدارها كام؟ 200 والخيط دوت يمين على الراس بزاوية قياسها كام؟ ه. وجزء بقى بواسطة قوة أفقية وهنا الوزن بتاعك اللي هو الراسي بيساوي 100. القوة الأفقية مجهولة والزاوية الميل على الراس مجهولة برضه. فيوجد قيمة ه ويوجد قيمة الايه؟ القوة ق. فايه رأيك؟ احنا عندنا نسبة كاملة هنا 90. طيب صلي على النبي. صلي على النبي. هنا 90 وهنا 180 ناقص ايه؟ عشان حرف اليوم. وهنا 90 زائد ايه؟ 90 تاني؟ ايوه. طيب تعالى بقى نطبق في قاعدة ليني. هيبقى 200 على جا 90 بتساوي 100 على جا 90 زائد ايه؟ جاتا. هي جاتا
هي جاتا اهي بتساوي ق على جا 180 ناقص ايه اللي هي بكام؟ اللي هي بجا ربع تاني جا موجبة. طيب من هنا اعمل منصتك. اذا الجاتا بتساوي ايه؟ الجاتا ايه بتساوي 100 في جا 90 اللي هي بواحد 100 على ال 200 فيها النص. جاتا مين بنص؟ اذا هي بتساوي 60 درجة. طيب جبنا ليه ب 60 درجة؟ هنعوض بيها. مش هنا ممكن نشيل هنا ونكتب 60. طيب اذا ق 200 جا 60 على الواحد اللي هي 200 جا 60 100 جذر 3 نيوتن. تمام؟ طب هنا هو انا ملاحظ ان هنا ماشي قوة الوزن وهنا قوتين والقوتين متساويين. يبقى طالما القوتين متساويين وفي اتزان انت لما تطبق لامي يبقى 12 على جا الفا بتساوي 12 على جا بيتا. يبقى كده الالفا بتساوي بيتا. تمام؟ يبقى انا عارف ان الفا بتساوي بيتا مطلوب قياسهم بقى. طيب هنقول له 12 على جا الفا بتساوي 12 على جا بيتا ما اعرفهاش سيبك منها ق على جا 60. وبعدين مش دول متساويتين يبقى دي 150 ودي 150. ممكن نمدها ويبقى 12 على كده 12 على كده قاف على كده. طيب بما ان القوتين متساويين يبقى اكيد المحصله هتنصف الزاويه بينهم صح؟ طيب المحصله لما هتنصف الزاويه اللي بينهم يعني هنا 30 وهنا 30 وده خط مستقيم 180 يبقى كده 180 ناقص 30 150 تمام. وهنا برضه 150 ماشي. دوت لو انت حبيت تجيبها ايه؟ عن طريق ايه المحصله وهي بتنصف الدنيا. طيب لو هما مش هجيبها عن طريق المحصله هتيجي تقول لي يا مستر 360 لما نشيل 60 300 قوتين قد بعض الزاويتين قد بعض يبقى 300 على الاثنين فيها 150 يبقى الالفا بتساوي 150 بتساوي بيتا يبقى كده جا 150. اذا القاف 12 جا 60 على الجا 150 ونطلع هنا 12 جا 60. طب هنا قوتين 3 و4 ثقل جرام الزاويه بينهم ايه؟ واليه ديت تنتمي للفتره من 0 ل 180. خد بالك قوي الصفر مغلق ولا مفتوح؟ 180 ماشي. فإن حرف تنتمي لإيه؟ دي الزاوية صح؟ لا فرق المجموع صفر يعني القيمة العظمى. الصفر ده بيوجهنا للقيمة العظمى للمحصلة. القيمة العظمى للمحصلة بكام؟ 7 مجموعهم. 180 هتدينا قيمة صغرى اللي هي الفرق بينهم اللي هو 1. طب كانوا مقفولين ولا مفتوحين؟ مقفولين يبقى المحصلة هنا هتبقى مقفولة وهنا هتبقى مقفولة. طب لو كان الجنب ده مفتوح يبقى ديت مفتوحة. طب لو الجنب ده مفتوح يبقى ديت مفتوحة. لو الاثنين مفتوحين يبقى الاثنين مفتوحين. خلاص؟ طب هنا يقول لك ديت شبكة هرم ثلاثي منتظم الهواء. لأن جميع الأحرف بتاعته هي متساوية. المنظر ده لما تشوفه بتبقى عارف إن ديت القاعدة ده يتطبق كده، ده يتطبق كده، ده يتطبق كده يتقابلوا مع بعض في نقطة واحدة. طيب فإن جميع العبارات الآتية صحيحة ما عدا مين؟ معاك الارتفاع الجانبي ب 6 جذر 3 والارتفاع العادي ب 4 جذر 6 مساحة جانبية 36 جذر 3 ولا الحجم 144 جذر 2. تعالى كده ايه بقى؟ انت معاك طول الضلع صح؟ ولو معاك لام تعرف تجيب كل حاجة. طيب تعالى نجيبهم كلهم بقى. لام بيساوي 12 سم اللي هو طول الحركة. طيب تعرف تجيب الارتفاع؟ مش انت عندك 2 لام تربيع 3 عين تربيع. طيب عاوز عين اقسم على 3 وخد الجذر. يبقى كده 2 على 3 واخد الجذر هنا واخد الجذر هنا. خلاص؟ يبقى كده ايه؟ جذر 2 على 3 في لام تربيع اللي هي 12 تربيع. يطلع بكام؟ كام؟ 4 جذر 6. يبقى العبارة ديت صحيحة. طيب هات لي المساحة الجانبية. المسطر هو عنده كام جنب؟ 3. كلهم عبارة عن مثلث متساوي الأضلاع. يبقى 3 في مساحة المثلث. يعني 3 في مساحة المتساوي الأضلاع جذر 3 على 4 س تربيع. س تربيع اللي هو طول الضلع تربيع 12 تربيع.
شوف هتطلع معاك بايه. كام؟ 187 6%. طيب ممكن تجيب لي هنا 36 جذر 3 بكام؟ يعني هتبقى 108 ديت 108 جذر 3 وهنا مديانا 36 جذر 3 يبقى الكلام ده ايه؟ خطأ. يبقى هي ديت العبارة خطأ. تعالى نكمل الحجم كده. هو الحجم بيساوي ايه؟ جذر 2 على 12 لن تكعيب. يعني جذر 2 على 12 فيه 12 تكعيب. يطلع لك 144 جذر 2. صح. يبقى العبارة الوحيدة الخاطئة هي دي. طب ما اجيبش ليه الارتفاع الجانبي؟ قلت اما اجرب كله اللي من غير علاقات، اللي فيه علاقات. والارتفاع الجانبي اللي هتضطر بقى تعمل له ايه؟ يا رسمه يا اما. طيب انت دلوقتي معاك مركز الدايره كام وكام؟ 1 و1. طيب والمستقيم 3 س زائد 4 ص زائد 23 تساوي صفر. تماثل ليه؟ عند نقطه معينه 3 س زائد 4 ص زائد 23 تساوي صفر. طيب تعرف تجيب نقط؟ ما لو جبت نقط المشكله خلصت. هتقول لي نقط ده عمودي. ليه؟ لان ده نماذج. صح كده؟ فيبقى طول العمود بيساوي مقياس على جذر. هم تعالوا سنه. المقياس ده بنحط فيه ايه؟ بنعوض بالنقطه في المعادله. بس من غير ما تساوي صفر. ليه؟ لان النقطه مش على مستقيم فمش بتحقق المعادله، مش بتخلي في الاخر صفر. طيب حط واحد هنا وواحد هنا. 3 في 1 زائد 4 في 1 زائد 23 على مربع المعاملات اللي هي 3 تربيع زائد 4 تربيع. هيطلع لك فوق 30 وتحت 5. يبقى نقط بيساوي كام؟ 6 1. اذا الجيم بتساوي د تربيع 1 زائد ه تربيع 1 ناقص نقط تربيع اللي هي بكام؟ 36. يبقى سالب 34. اذا المعادله العامه هي س تربيع زائد ص تربيع اضرب في سالب 2 س سالب 2 ص ناقص 34 بتساوي كام؟ 6. ده المعادله العامه.